اهلا بيكم في الحلقة التانية من شرح البيفت تيبل. الحلقة الاولى فهمنا يعني ايه البيفت تيبل وازاي نكريته وايه الشروط بتاع البيانات اللي انا هشتغل عليها. الحلقة دي بقى هنتكلم عن المعادلات اللي جوه البيفت تيبل، وهقول لك كام تريكاية كده تاخد بالك منهم وانت شغال على البيفت تيبل بتاعك. اول حاجة كده انا عندي البيفت تيبل اللي انا كنت مسميه في الحلقة الاولى اسمه مبيعات شركة الديري. فهاجي كده اخد مثلا اسم العميل احطه في الرو واحط تحت منه اسامي المنتجات، واخد سعر الوحدة ده احطه في الفاليو، واخده كمان مرة احطه في الفاليو تاني. فهو سمى الاسامي بتاعة الاعمدة هنا sum of سعر الوحدة، وهنا sum of سعر الوحدة بس رقم اتنين، اللي هم نفس الاسامي اللي تحت هنا في التابة بتاعة فاليو. فهاجي عند سعر الوحدة اللي هو رقم اتنين ده، وعايز بقى اتحكم في الدالة اللي هي هتعالج لي البيانات. هي الدالة الافتراضية اللي بتعالج البيانات في البيفت تيبل هي دالة sum. فلو انا عايز اختار مثلا دالة تانية، هاجي على السهم الصغير ده كده واجي عند value field settings دي وادوس عليها. هيجي لي هنا بقى يقول لي ايه؟ summarize value field by ايه بقى؟ اختار عندي 11 دالة ممكن اعالج بيهم البيانات بتاعتي. فاختار مثلا دالة count وادوس اوكي. فجاب لي هنا كده عدد الوحدات بتاعة المنتجات لكل عميل. ممكن اجي هنا كده واسمي هنا العمود ده بتاعي مثلا عادي كده، اللي هو ده اجمالي عدد الوحدات، واسمي العمود ده عدد الوحدات. يبقى انا استفدت كده من العرض بتاع البيفت تيبل ده ان هو جاب لي اجمالي العدد بتاع الوحدات بدالة صم وعددهم كمان. يبقى انا كده العميل ده بعت له ب23,000 وعدد الوحدات بتاعته 3. وهكذا بقى ايه كل العملاء وكل المنتجات الاجمالي بتاعهم والعدد بتاعهم. نيجي بقى على اول تركاية معانا في الفيديو ده، ان انا لو دوست دبل كليك على اي رقم موجود في البيفت تيبل بتاعي، هيفتح لي شيت تفصيلي بكل حاجة تخص الرقم ده. يعني انا لو دوست دبل كليك على الرقم اللي هو 48,096 ده بتاع العميل اللي هو الوفاء للتجارة، والمنتجات بتاعته اللي هي اللي تحت منه دي، لو دوست دبل كليك كده هيجيب لي شيت تفصيلي بكل البيانات بتاعة الرقم ده. يعني انا الشيت التفصيلي ده بيبين ان ده العميل اللي هو الوفاء للتجارة، وبعت له المنتجات دي وعددها وهكذا، وشيت كده بكل الداتا بتاعة الرقم بالتفصيل. نيجي بقى على الحاجة التانية، ان انا لو احتاجت ازود بيانات على السورس بتاعي، لو انا مثلا زودت المبيعات بتاعتي، اخدت مثلا الداتا دي كوبي كده واحطها هنا بيست، فطبعا محتاج ان الداتا اللي انا زودتها دي تخش معايا في السورس بتاعي وتظهر معايا في العرض بتاع البيفت تيبل. فلازم ان انا اروح على بيفت تيبل انالايز واقول له تشينج داتا سورس، يعني غير لي السورس بتاع البيانات، غير لي الرينج بتاعه. فهو طبعا السلكت هيكون متحدد لحد الرو 51 ده اللي هو بتاع المصدر الاساسي. فانا طبعا اعمل بقى ايه؟ اعمل رينج جديد بالداتا الجديدة. تمام، احدد على الجدول بتاعي الجديد كده واقول له اوكي. كده البيانات بتاعتي دخلت معايا في البيفت تيبل بتاعي. بس خلي بالك من حاجة بقى، انت لو السورس بتاع البيانات بتاعك معمول على هيئة تيبل، مش هحتاج كل مرة ازود فيها بيانات مبيعات اعمل تشينج داتا سورس. يعني انا لو خليت السورس ده كده، عملت كنترول تي وخليته على هيئة تيبل كده، وجيت زودت هنا مثلا داتا بتاعت مبيعات تانية، اخدت دول مثلا كوبي وحطيتهم هنا بيست، فبمجرد بس ما اروح على بيفت تيبل انالايز واعمل ريفرش، الداتا بتاعتي هتتغير تلقائي على طول من غير ما كل شوية اعمل تشينج داتا سورس. يعني للرقم ده كده 476 الف، لو عملت كنترول زد قبل ما ازود البيانات بتاعتي هلاقيه 444 الف جنيه. لو عملت كنترول واي هيجيب لي 476. فمجرد بس ما عملت ريفرش للداتا بتاعتي البيانات هتتغير معايا تلقائي بدل ما اعمل كل شوية تشينج داتا سورس. فده طبعا بيفرق ان انت لو شغال على جدول عادي او شغال على جدول معمول على هيئة تيبل. وده يمكن يكون العيب الوحيد في البيفت تيبل، اللي هو انا كل مرة برضو هعمل ريفرش علشان البيانات تتحدث معايا. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة، مرضتش اطول عليكم علشان الفيديو يكون خفيف وسهل. الحلقة الجاية هنشرح بقى الجروبينج في البيفت تيبل. استنوني الحلقة الجاية، متنساش اللايك والسبسكرايب. تحياتي محمد الديري.